مش لازم تبقى فوق ال60 عشان تنسى. النسيان بيبدأ قبل كده بكتير، والمفاجأة ممكن تكون بتخرب ذاكرتك بإيدك من غير ما تاخد بالك. كمل الفيديو للآخر علشان هتخرج بخطة بسيطة تعيد لمخك لياقته. من سنة في واحدة من أذكى صحباتي بدأت تنسى تفاصيل صغيرة. ضحكنا في الأول، لكن لما نسيت اجتماع مهم وخسرت شغل كتير الموضوع بقى يقلق. راحت لدكتور والنتيجة كانت صادمة. مش مشكلة سن، مشكلة إهمال مزمن في حاجات صغيرة جدا. مين فينا بينام أقل من 6 ساعات؟ مين بيشرب شاي وسكر أكتر من المية؟ مين آخر مرة أكل سمك كانت أيام الدراسة؟ مخك محتاج وقود، وانت بتديله رمل وسكر بدل بنزين. النسيان مش نتيجة زمن، ده نتيجة قرارات يومية: نوم قليل، أكل فقير، سكر كتير، ومفيش تحفيز ذهني. مخك فيه مليارات الخلايا، وعلشان تشتغل صح محتاجة 3 حاجات أساسية: أوميجا 3 من السمك أو كبسولات، نوم منتظم من غيره دماغك مش بتنضف، وسكر قليل لأنه بيمسح خطوط الذاكرة حرفيا. وغير كده نشط مخك بأي لعبة، كتاب، أو حتى تأمل بسيط. خطوات بسيطة تبدأ بيها فورا: كل سمك مرتين في الأسبوع، نام 7 ساعات وهتلاحظ فرق كبير في تركيزك خلال أسبوع، قلل السكر بالتدريج مخك هيشكرك، خصص 10 دقايق كل يوم لتمرين ذهني. ابدأ بعادة واحدة، مش لازم كله مرة واحدة، بس لازم تبدأ. النسيان مش لحظة، هو نتيجة سنين من التجاهل، لكن ممكن تغير ده. ذاكرتك ممكن ترجع وتركيزك ممكن يتحسن. اكتب لنا تحت ايه أول عادة هتبدأ تغيرها، وشير الفيديو ده مع كل صاحب بيقول أنا بنسى كتير. وخلي مخك أولوية مش رفاهية. شكرا إنك كملت الفيديو للآخر. لو وصلت للنقطة دي يبقى المحتوى عجبك واستفدت منه. عشان كده ما تسيبش الفايدة تقف عندك. اضغط لايك وشارك الفيديو مع أصحابك، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أول ما ينزل. عندنا هنا محتوى متجدد هيساعدك تطور حياتك خطوة بخطوة. كمل مشاهدة باقي الفيديوهات، لأن كل فيديو فيهم مكمل للتاني، وهتلاقي فيه معلومات وأسرار هتفرق معاك جدا. مستنياك في الفيديو الجاي.